السلام عليكم، كيف حالكم؟ شنو اموركم؟ هذه طريقة الكوكيز. طبعا جي تبارك الرحمن وجربوه مش راح تندموا. اخديت ما يعادل 250 جرام زبدة بدرجة حرارة المطبخ، واخديت تلت ارباع كوب سكر. ممكن تخلطيه بني وابيض العادي، وممكن تديري بني كله، وممكن تديري ابيض كله عادي جدا. المهم تلت ارباع كوب سكر. اخديت ما يعادل ظرفين فانيليا، وكان عندك سائلة ديبي كشيك كبير، وخديت زوز كواشيك كبار عسل ضيفيهم معاهم، وخديت بيضتين وحركيهم كويس 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 لغاية ما السكر يندمج مع الخليط كله. هنا بعد ما خلطته اخديت تلت ارباع او نص كوب نشا وكشكين كبار كاكاو، مدبيك كاكاو الحلو مش الخام. وهنايا انجو لي طبعا الدقيق اخدي مني ما يعادل 3 كواب وربع دقيق، 3 كواب وربع دقيق. وخديت ظرف بيكنج باودر، نحركها كلها مع بعض. وبعدين ناخدو كوب تلت ارباع كوب زيت، وناخدو كوب شوكولاتة اللي هي خاصة بالحلويات اللي الحرارية. تمام. ضيفيها معاهم وخلط الخليط كله مع بعض بالطريقة هذه. شوفي العجينة توهيك 100 جتنا. إذا تلت ارباع كوب زيت وكوب شوكولاتة اللي هي خاصة بالحلويات، تكون حرارية يعني لما تحطيها في الكوشة ما تنحرقش. هنايا شكلتها بالطريقة هذه وحطيت عليها الشوكولاتة من فوق، وتجيكم تبارك الرحمن. طبعا هيك بالطريقة هذه يجي شكلها. وحطيتها في الكوشة، فتحت عليها من فوق وملوطة درجة الحرارة 170 180، وخليها لو تبيها تجيك الكوكيز يجيك رطب، خليه لمدة 16 دقيقة. لو تبيه يجيك زي البسكويت اللي هو البشكوتي، خليه 20 دقيقة. هنا خلاص بعد ما طاب تبارك الرحمن. شوفوا كيف شكله ما شاء الله. وديريه للصغيرة ينفعهم تواجايك قراية، تقدري تديريه بالحجم الكبير وتقدري تديريه بالحجم الصغير. وجربوا يا بنات، طريقة مضمونة وحلوة وسهلة، ونتلاقوا في وصفة جديدة بإذن الله مع وصفات أبلة حلومة كيتشن. شوفوا تبارك الله. أنا طبعا خليت 20 دقيقة، نبي يجيني زي البشكوتي. وسليمتكم.